انا عايزك تتخيل معايا ان انت عندك نظام بالشكل ده وبالجمال ده وفيه كل المحاكيات دي، يعني مش ناقصه اي حاجه، مفيش عندك اي مشاكل فيه. هنسحب يمين هنا هندور على حاجه اسمها بورتس اهي، هتلاقي فيها الفايرفوكس. وخلي بالك مفيش حد على اليوتيوب كله شرح الخطوه دي قبل كده. طبعا للجيل بتاعي تكن 3 دي ذكريات، يعني كنا بنسمي الناس دي، يعني كنا مسمين الراجل ده بروسلي، وفين كنا مسمين ايدي ده الرقاص ديسكو. ما تسالنيش ليه، يعني كنا مسمين اسمها تعالى ناخد بروسلي يلا مش مشكله. والله العظيم يا جماعه في فرق كبير في الجرافيك. انا لعبت اللعبه دي شويه، هتنافس الريماستر بالنظام ده والله العظيم. الفيديو ده عذبني اكبر عذاب ممكن في تصويره وتسجيله ومونتاجه ونشره كمان. فلو الفيديو عجبك ان شاء الله بعد ما تخلصه ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، وانا تحت امرك في اي حاجه انت محتاج تسال عنها. يلا بينا نخش على الفيديو. طيب في الفيديو اللي فات احنا اتعلمنا مع بعضينا ازاي نحمل النظام بتاع باتوسيرا، وازاي نظبط له مكان في الهارد او في الفلاشه بتاعتنا كمان، وازاي نحمله عليها. وكمان اتعلمنا مع بعضينا ازاي ننزل الالعاب بتاعته، وازاي نظبط الملفات بتاعتنا ونقسمها بشكل كويس بحيث ان احنا ما نتعبش واحنا جوه نظام باتوسيرا. هنتعلم في الفيديو بتاع النهارده ازاي نبتدي نشغل النظام، ازاي نظبط الاعدادات بتاعته، وازاي نحط الالعاب بتاعتنا في مكانها ونوصل النظام لاحسن اداء ممكن، وكمان ازاي نطلع باحسن نتيجه ممكنه من النظام كشكل وكاداء في نفس الوقت. سامحوني لو الفيديو اللي فات كان طويل شويه، بس انا حبيت اعمل لكم شرح وافي وكامل لكل حاجه انتم ممكن تحتاجوها في نظام باتوسيرا. يلا بينا نخش على الجزء بتاع النهارده. طيب ودلوقتي هنعمل اهو ريستارت للجهاز مع بعض. طبعا سامحوني بس على الجوده دي، هي الكام ثانيه دول اللي انا هشتغلهم من هنا. اول ما الجهاز يبتدي يعمل معانا ريستارت هنبتدي تدوس على زرار البوت بتاع المذر بورد او بتاع الجهاز بتاعنا. يعني مثلا عشان عندي هنا بورده بي 450 البوت بتاعها من اف 11، في مثلا عندي البورده الثانيه مثلا البوت بتاعها من اف 12، على حسب البوت عندك من انهي زرار. تمام، هيظهر لك قائمه البوت اهي، هيظهر لك ديسك جديد موجود هنا اهوت اللي هو الساتا ال 500 جيجا بتاعنا. اول مره بس هنحتاج ندوس عليه انتر، هيبتدي يجيب لنا الشاشه دي وهيقول لنا ان هو هيبتدي يعمل ريسيت للسيستم، هيعمل ريستارت تاني. خلي بالك ان في المره الثانيه كمان برضو لازم ندوس اف 11 لان هيظهر لنا حاجه جديده هوريها لك دلوقتي. هو دلوقتي بيعمل ريستارت تاني اهو، هندوس اف 11 تاني اهو. بمجرد ما ابتدى يفتح بص بقى هنا هيظهر لنا ايه، باتوسيرا اهي ظهرت المره دي، هندوس عليها اوكي انتر. هيبتدي يعمل كام خطوه كده لوحده ما ملناش اي تدخل فيهم، هنسيبه يخلصهم. واول ما تبتدي تظهر قدامك لوجو باتوسيرا والنظام يظهر هقطع التصوير من الفيديو هنا وهشغل التصوير من على باتوسيرا ونكمل من عليه ان شاء الله. احنا مش هندوس اي حاجه، هو هيخلص الخطوه دي كلها مع نفسه اهو. ظهر لنا باتوسيرا اهو، هشغل التسجيل من على باتوسيرا نفسه وارجع لك تاني على طول. بس وزي ما انتم شايفين كده هي دي القايمه بتاعه الباتوسيرا اول ما بنشغله. زي ما انتم شايفين كده في شويه محاكيات بسيطه، في ستيم، في مثلا اول جيمز هنا هتلاقي شويه من كل المحاكيات. مثلا النينتندو مثلا انترتينمنت سيستم موجود في لعبه واحده مثلا هنا، يعني في شويه حاجات. طبعا في ميوزك في النظام بس انا قافلها عشان نعرف نسجل، اسمعوا كده بس انا موقفها بس عشان نعرف نسجل. طيب احنا كده ده البدايه خالص اللي النظام فيها بيفتح لنا. في شويه حاجات احنا محتاجين نعدلها ونظبطها. سامحوني طبعا ممكن يكون في لاج بسيط في التصوير لان التسجيل الداخلي بتاع باتوسيرا مش احسن حاجه مثلا، ولكن تعالوا مع بعضنا كده نبتدي بقى ايه نظبط ونشوف احنا هنعمل ايه. نبتدي اول حاجه عندنا بدعم الكنترولرز او دعم الدراعات. انا مثلا دلوقتي معايا دراع اللي بستخدمه اللي هو دراع التوبي اللي كنا اتكلمنا عنه في فيديو الدراع بتاع جيم سير. الدراع ده شغال بدونجل منفصل، دونجل بتاعه هو، فالدونجل راكب في البي سي مباشره. فاول ما النظام اشتغل وشغلت الدراع اتعرف عليه واشتغل زي الفل. خلي بالك ان انا ممكن اشتغل من الكيبورد، يعني انا كده شغال من الكيبورد نفسها، وهنستخدمها بس مش في النظام نفسه، هنستخدمها في حاجه ثانيه. طيب انت مثلا عندك دراع ثاني مثلا دراع بلوتوث مثلا زي يعني دراع الجيم سير ده مثلا اللي معايا اللي اتكلمنا عنه برده في نفس الفيديو، ده شغال بلوتوث. انت بكل بساطه لو عندك دراع بيشتغل بالبلوتوث هتجيب بس كابل يو اس بي بتاعه مثلا وهتوصله فيه. هي دي اول مره بس عشان نبتدي ايه بس نظبط الاعدادات بتاعته. انا دلوقتي مثلا لما وصلت الكابل في دراع الجيم سير اشتغل عادي، ده كده دراع الجيم سير مش دراع التو بي اللي هو شغال بدون لوحده. هتدوس على زرار ستارت، هتنزل من هنا على كنترول اند بلوتوث سيتنج، هتيجي عند انيبل بلوتوث تتاكد انها شغاله. طبعا انت لو عندك دراع بيشتغل بلوتوث لازم يكون عندك دونجل بلوتوث او بلوتوث مدعوم في البورده او في اللابتوب مثلا. اول مره بس بتربط فيها الدراع بتاعك اللي هو شغال ببلوتوث بتيجي عند بير بلوتوث ديفايس مانيولي، هتفتح لك هتلاقي في عندك كذا اعداد فيها. طبعا احنا هنسيبنا من كل ده، هنفصل دلوقتي الدراع بتاع جيم سير كده. الدراع فصل، هنبتدي نشغله في وضع البي سي مود والسيرش او ايا كان انت بتربط دراعك ازاي. اول ما هتشغله في وضع السيرش هيبتدي يظهر لك هنا اهو، ظهر عندنا اهو البرو كنترولر بالكيبورد عادي. انا دلوقتي شغال بالكيبورد بالاسهم بتاعت الكيبورد، هنزل على برو كنترولر واعمل له انتر، هيديني بليز ويت ان هو كده بيعمل له بيرنج. بس كده اهو زي ما احنا شايفين البرو كنترولر كونكتد كده. انا شغال بالدراع البرو بتاع جيم سير بالبلوتوث. بعد كده هو خلي بالك هيعمل بعد كده البير اوتوماتيك
بالبلوتوث اهو، يعني هو لوحده اوتوماتيك شغال اهو. كده انا شغال بدراع الجيم سير البلوتوث، كده شغال ده دراع التو بي اللي مش بلوتوث، اللي شغال بدونجل مباشر. وطبعا لو عندك دراعات من اللي هي العاديه او اللي بنسميها الشعبيه اللي هي شغاله بالكابل دي، ما انت مش محتاج الكلام الفايده ده كله في حاجه. خلي بالك ان احنا زي ما احنا شايفين فوق على الشمال كده الدراعين ظاهرين فوق اهو، الدراعين اللي انا شغال بيهم الاثنين موجودين فوق. انت مثلا عندك مشكله في الازرار بتاعت الدراعات مثلا عشان تيجي تستخدم المحاكي مظبوط او النظام مظبوط، هتدوس على زرار ستارت، هتنزل على كنترولر اند بلوتوث سيتنج. اول حاجه عندك هتلاقي اسمها كنترولر مابنج، بتدوس عليها اوكي، هيقول لك ان انت دلوقتي داخل على ان انت تغير وتظبط الزراير بتاعتك، دوس له اوكي مفيش مشكله. هنا بيقول لي تو جيم بادز ديتكتد اهو، عشان يقول لي انا عايز اظبط انهي دراع فيهم. انا مثلا لو دوست على اي زرار في دراع التو بي مثلا، بص هيظهر لي ايه؟ مايكروسوفت اكس بوكس 360 باد اللي هو دراع التو بي اللي شغال بدونجل. طيب لو دوست على اي زرار مثلا في دراع الجيم سير البرو كنترولر اهو، الكلمه اتغيرت. انت بكل بساطه الدراع اللي فيه مشكله او اللي انت عايز تظبطه له الزراير بتاعته، هتفضل داس على زرار اكس دوسه طويله لحد ما تظهر لك القائمه دي. انت موجود عندك رسمه اهي على كل زرار على الشمال للزرار اللي انت بتخصصه، ده مثلا زرار الاكس، ده زرار الدايره، دوس عليه كليكه واحده، ده زرار المثلث، ده زرار المربع، ده الستارت، ده السلكت، ده الاسهم. خلي بالك دي باد دي الاسهم، ايه هو عايز سهم لفوق، سهم لتحت، سهم شمال، سهم يمين. خلي بالك بقى بص معايا كده، ده بيقول لك الليفت شولدر، ده زرار ال1 او اللي هو التريجر اللي على الشمال فوق، لان لو نزلت تحت اهو هتلاقي ال تي، ده الزرار اللي تحتيه. انا هنا هدوس على الليفت تريجر او الصداده الشمال اللي فوق، وده هنا التريجر اليمين اللي فوق، ده الانالوج. دلوقتي هو بيقول لك الانالوج اللي على الشمال، الانالوج هو بيحتاج له دوستين بس، ده هو كده عايز انالوج لفوق، انالوج شمال. ده الانالوج اليمين اللي على اليمين، ده انالوج فوق يمين، انالوج شمال يمين. هنا ده ال تي، ده الصداد اللي على الشمال اللي تحت، الصداد اللي على اليمين اللي تحت، ده زرار الانالوج نفسها، الكليكيه بتاعت الانالوج اهيت، ده الشمال، ده اليمين. زرار الهوت كي ده بقى ده زرار مهم لازم تكون عارفه او معلمه. اي دراع في الدنيا فيه زرار زياده، يعني لو تستخدم دراع بلاي ستيشن 4 او 3 هتلاقي فيه الزرار اللي هو في النص. دراع التوبي مثلا فيه الزرار اللي عليه علامه الهوم، دراع الجيم سير مثلا فيه زرار الهوم اللي موجود فيه مرسوم عليه علامه جيم سير. انا هنا مثلا هدوس عليه اهوت كده تمام، وهقول له اوكي. خلاص كده لو كان في اي مشكله في زراير الدراع عندك اتظبطت، او لو الدراع مختلف مثلا او في زراير مختلفه ايا كان بقى الدراع اللي انت بتشتغل بيه. اول حاجه هنعملها قبل ما نجرب اي العاب لازم نظبط حاجه اسمها ملفات البايوس اللي كنا حملناها في الاول. انت بكل بساطه هتيجي في الكيبورد بتاعك هتدوس على زرار F1 او F1، هيفتح لك الواجهه اللي قدامك دي هنا بقى يا باشا ملف الشير ده. خلي بالك عشان ده نظام ملفات لينكس فهو مختلف حبه عن البي سي بس بسيط جدا، يعني انت اللي بتستخدمه دائما وابدا هو ملف الشير ده. موجود فيه ملف البايوس ده المهم بالنسبه لك، موجود فيه ملف الرومز ده مهم جدا بالنسبه لك. لو انت بتشغل ريكوردنج، الريكوردنج موجوده في ملف الريكوردنج اهو، يعني دي مثلا كنت بجرب اظبط الريكوردات قبل كده، دي مثلا القديمه وده اللي بيسجل دلوقتي اهو. نبتدي مع بعضينا. اول حاجه نعملها نظبط ملفات البايوس. فاكر لما قلت لك جمع الملفات اللي انت هتشتغل بيها كلها في ملف واحد؟ تيجي على الديسك توب عندك مثلا هنا تعمل ملف تسميه باتوسيرا. هتقول لي هنستخدم الملف ده في ايه؟ هقول لك هنحتاجه جوه الباتوسيرا نفسه. لما نيجي نبتدي ننقل ملفات بايوس والعاب وكلام من ده هنحتاج ان الموضوع يكون سهل الوصول ليه. انا قلت لك الكلام ده عشان يسهل عليك الشغل هنا. انا بكل بساطه دي الديسكات بتاعتي اللي موجوده اهو، يعني ده الديسك اللي عليه ملفات اللينكس اللي هو الشير اللي انا قلت لك عليه. نو ليبل ده الديسك بتاع الويندوز. لو انت واخد بالك دي ملفات الويندوز اهو، تعريفات الاي ام دي، ملف البروجرام فايلز، ملف اليوزرز الويندوز. انا لو تفتكروا كنت ظبطت الملفات كلها في ملف اسمه باتوسيرا على الديسك توب. بنجيبه ازاي؟ ندخل على يوزرز، من يوزرز هختار اسم المستخدم بتاعي اللي هو صلاح، منها هتلاقي الملفات اللي عندك اللي هي بتاعه الدوكيومنت اهي، مثلا ملف الدوكيومنتس، الداونلودز. لو دخلت عليها هلاقي الداونلودز العاديه بتاعتي هي اللي انا بحملها على الجهاز العادي. انا هدخل منها هنا مثلا على ديسك توب اهو، هلاقي ملف الباتوسيرا اللي انا كنت عامله اللي جواه كل حاجه اهي اللي احنا مقسمينها اهو، ملف البايوس اهو، ملف البايوس المفكوك، ملف العاب الاتاري، كل حاجه. انا بكل بساطه عشان اسهل واسرع التشغيل هاخد ملف باتوسيرا ده كده اسحبه وانزله هنا. كده بقيت بالسهوله بتنقل ما بين الباتوسيرا اللي مستخبي على النظام الاساسي بتاع الويندوز وملف الشير. نيجي على ملف الباتوسيرا. اول حاجه هنعملها ان احنا ننقل ملفات البايوس. هنخش على الملف اللي احنا فكناه، هنلاقي الاربع ملفات بتوعنا همت، السيستم، السيف، الروم، البايوس. هناخد الاربع ملفات دول كده. انا قبل ما انقلهم معلش هوريك حاجه بسيطه خالص. احنا بنخرج من الشاشه دي ونرجع للباتوسيرا عن طريق زرار الفايل كلوز ويندو او باختصار بتاع الكنترول والكيو على طول. انا لو عملت كلوز ويندوز هنا كده ورجعت الملف الباتوسيرا ودوست على زرار ستارت ونزلت على جيم سيتنج، القوائم دي هنشرحها واحده واحده مع بعضينا، بس تعالى ندخل على الجيم سيتنج الاول. هنزل على البايوس سيتنج، هلاقي ميسنج بايوس تشيك. لو دوست عليها بص هلاقي في ملفات بايوس ناقصه. لو كمان حملت الالعاب بتاعه البلاي ستيشن 1 هتلاقي ظاهر هنا ملفات بلاي ستيشن 1 ناقصه. لو حملت العاب بلاي ستيشن 2 هلاقي ملفات بلاي ستيشن 2 ناقصه. فبكل بساطه انا هرجع تاني هنا وهدوس على F1 وهروح على ملف الباتوسيرا، ملف البايوس، هاخد الاربع ملفات دول هاخدهم كوبي كده اهو، كليك يمين كوبي. هرجع على ملف الشير بره
هنا خلي بالك عشان انا غلطت الغلطه دي وفتحت بايوس ونقلت جواه وما حصلش اي حاجه. هاجي بره اهو كليك يمين بيست، هيطلب مني التبديل ان هو هيبدل ملف البايوس، هقول له اوفر رايت مفيش مشكله اكتب. هيطلب مني تبديل ملف تاني، هقول له اوفر رايت مفيش مشكله، وممكن اعمل ابلاي اول واقول له اوفر رايت. هيبتدي ينقل، هنستناه يخلص بس مع بعضنا النقل ونكمل شرحنا. طيب كده طبعا النقل خلص اهو، الاربع ملفات الجداد اهوت، البايوس اهوت والرومز والسيفز والسيستم. نعرف منين النقل تم بالطريقه صح ومفيش اي مشاكل فيه؟ هنعمل كلوز ويندو هنا ونرجع على النظام نفسه، ندوس ستارت، نجيب جيم سيتنج ونيجي على ميسنج بايوس تشيك، لازم يدينا بليز ويت ويقول لنا نو ميسنج بايوس فايلز. كده احنا جاهزين نبتدي نشتغل الشغل اللي بجد. نحط الالعاب، الموضوع بسيط جدا، هنحط الالعاب ونجربها على طول. قبل ما نحط الالعاب انا هشرح لك بسرعه المين منيو اللي بنجيبها من ستارت دي موجود فيها ايه. اول حاجه عندنا هنا اهي الكودي ميديا سنتر، ده نظام ترفيهي، لو فتحناه هتلاقي جواه الافلام والاغاني او اي حاجه انت هتحطها، وهوريك برضو تحطها فين. الجيم سيتنج دي هنستخدمها كتير، ابديت جيم ليستس دي بنشغلها كل ما نحمل لعبه جديده او نضيف لعبه جديده لازم نشغلها. سيبك من الاكونتس دي. الميسنج بايوس تشيك دي اللي احنا لسه عاملينها لما قال ان احنا الحمد لله ما عندناش اي ملفات بايوس ناقصه. السيفز واللود دي شغلها عشان يعمل سيف للالعاب بتاعتك لوحده. الباور مود ما بنلعبش فيها حاجه. الفيديو مود كل ده بتسيبه اوتو ما فيش مشكله فيه. الكنترولر دي احنا لسه شارحينها، اول واحده بنعمل منها المابنج بتاع الزراير، ده بنشغل منه البلوتوث. هنا انت ممكن تظبط البلاير 1 والبلاير 2، يعني انا مثلا ممكن احط للبلاير 1 مثلا دراع ال 2 بي مثلا، وممكن احط للبلاير 2 دراع الجيم سير مثلا. هنسيبهم زي ما هم دلوقتي كده. يوزر انترفيس دي بنغير منها السيم بتاع النظام، طبعا برضو هشرح لك ازاي نغير السيمز بتاعه النظام ونحمل شويه سيمز محترمه جدا جدا جدا. هنا برضو موجود شويه اعدادات انا ما بحبش العب فيها، انا بروح محمل السيم اللي يعجبني وهو بيظبط كل حاجه اوتوماتيك لوحده. عندنا هنا الجيم كوليكشن سيتنج، بيقول لك انت عايز تعرض ايه وما تعرضش ايه. مثلا انا هنا مثلا مظهر العاب الان اي سي، العاب النينتندو، البورتس برضو، كل دي المحاكيات اللي موجوده عندنا بتزيد كل ما بنزود العاب جديده. النتورك سيتنج دي موجود فيها، انا مثلا موصل الجهاز دلوقتي بالنت عن طريق الكابل على طول، فواخد اي بي واخد كل حاجه مع نفسه. طب لو انت عايز توصله واي فاي هتعمل انيبل للواي فاي، طبعا انا ما عنديش واي فاي في البي سي دلوقتي فمش هينفع اشغله. بتعمل انيبل للواي فاي وتكتب الاسم والباسورد وبيتصل لوحده. السكرابر ده المسؤول عن تحميل الصور، برضو لما نيجي لوقتها هشرحها لك. ابديتس اند داونلودز دي بيقول لك في ابديتس جديده، بيعمل تشيك لوحده وبيديك نوتيفيكيشن لو في ابديت، بتعمل له ستارت ابديت هنا وبيبتدي يحمل الابديت الجديد. سيستم سيتنج دي موجود فيها شويه حاجات، الانفورميشن بتاعت النظام نفسها، ده الفيرجن بتاعه والذاكره هي 500 جيجا زي ما احنا شايفين، هو مستخدم قد ايه الى اخره. الاعدادات العاديه، ده المعالج اللي انا شغال بيه اهوت. جوده الشاشه اللي انا مشغلها، طبعا انا شغال على شاشه تلفزيون دلوقتي فشغال على 1920 في 1080. ده كارت الشاشه موجود برده عندنا اهو. الاعدادات السيستم العاديه خالص. اللانجوج دي اللغات اللي موجوده لو انت حابب تجربها. ايه ده في لغه عربيه، تصدقوا انا اول مره اكتشف الحكايه دي والله العظيم. ده في لغه عربيه بجد. بس طبعا مش مظبوط، يا نهار ابيض. طيب اللغه العربيه فيها مشكله ان هي ايه جايه من الشمال لليمين، فهنرجعه تاني للغه الانجليزيه. انجلش يونايتد ستيتس، نرجع نسيبه يسيف، نرجع على سيستم سيتنج تاني. برضو تظبط الوقت ده هنا. احنا عايزين نظبطه على كايرو اهو زي ما انتم شايفين. انا دورت على افريكا كايرو، اوكي مفيش مشكله. وبقيت شويه اعدادات للسيستم، الفيديو والكلام ده كله. طبعا غالبا مش هنستخدم منها حاجه، هو بيظبطها كلها لوحده في الاصدارات الحديثه اللي زي اللي احنا بنشتغل بيها النهارده. هنرجع مره ورا كده. انا شرحت لك المين منيو دي بكل بساطه، وهشرح لك برضو فيها شويه حاجات تانية مع الشغل بتاعنا. طيب نبتدي بقى نخش على شرح نقل الالعاب وتظبيطها. هندخل تاني ندوس F1 عشان نرجع على واجهه النظام. اول حاجه هنبتدي بيها مثلا هندخل على ملف الباتوسيره بتاعنا اهو. اول حاجه تعالى نبتدي بيها مثلا العاب الاتاري. انا عندي اتاري 2600، اتاري 7800. تعالى مثلا ناخد اتاري 2600. هنعمل كنترول وايه، خلي بالك بتشتغل هنا عادي، او ممكن نعمل كليك يمين سيلكت اول، وهناخدهم كليك يمين كوبي، وهنرجع على ملف الشير ندخل منه على رومز. وفي ملف الرومز هنا هنبتدي ندور على اتاري 2600، هنلاقي الملف فاضي. بص بقى ركز معايا، اي روم او اي محاكي هتفتحه من هنا هتلاقي جواه في ملف اسمه انفو. لازم تفتح الملف ده كده تبص جواه، هيقول لك الصيغ المدعومه دوت مثلا A26 دوت بن دوت زب دوت 7 زب. خلاص هنعمل له فايل كويت. مثلا عندنا اهو في ملف الاتاري الالعاب اللي عندنا كلها دوت بن دوت بن دوت بن او زي ما احنا شايفين. هناخدها كلها سيلكت اول زي ما قلنا كوبي، ونرجع على ملف الشير تاني رومز اتاري 2600 كليك يمين بيست. كده العاب الاتاري 2600 كلها اتحطت اهي. طيب نتاكد ازاي ان احنا اشتغلنا صح؟ هنعمل فايل كلوز ويندو، وهنيجي هنا زي ما قلت لك هندوس ستارت جيم سيتنج ابديت جيم ليست. زي ما قلت لك كل ما بنحمل العاب جديده لمحاكي جديد او نحمل اي لعبه جديده لازم نعمل ابديت جيم ليست. هنا دي هنقول له يس،
هيعيد تحميله بسرعه. ولو دورنا هنا شويه كده هنلاقي اتاري 2600 ظهرت اهي بالالعاب اللي احنا لسه حاطينها. طبعا شكل الالعاب وحش انا عارف، بس هي اساميها موجوده هي كلها مفيش مشكله فيها. وادي كل العاب الاتاري 2600 اللي احنا حملناها. طيب تعالى مثلا نجرب لعبه مع بعضنا بسرعه، مثلا اي حاجه ايا كانت ايه هي. مثلا تعالى نشوف كوكوناتس دي. طبعا الشكل وحش انا عارف لسه، او الشكل الاساسي. كل الكلام ده ان شاء الله في نهايه الفيديو هتلاقينا عملنا حاجات جميله جدا. ادي اللعبه شغاله زي الفل اهي، مفيش اي مشاكل في ملفات البايوس ولا اي حاجه. طبعا انا ما عنديش فكره اللعبه دي بتتلعب ازاي اساسا، فايه انا عمال اروح يمين وشمال وخلاص. انت مثلا فاتح لعبه وعايز تخرج منها، بتخرج منها ازاي؟ فاكر زرار الهوت كي اللي انا قلت لك عليه، اللي هو الزرار اللي بيبقى زياده في الدراع، او اللي هو مكان زرار البلاي ستيشن مثلا في دراعات البلاي ستيشن؟ بتدوس على زرار الهوت كي وزرار ستارت مع بعض، الهوت كي وزرار ستارت. بص كده خلاص خرجني من اللعبه. لان انتوا لو تفتكروا اجهزه زمان كانت لازم تتقفل وتشتغل من الاول عشان تغير اللعبه. تعالى مثلا نبتدي نضيف العاب الاتاري ال 7800 نفس الطريقه مفيش مشكله. هنخش عندنا على اتاري 7800. طبعا احنا عندنا هنا كذا اصدار، تعالى ناخد مثلا اي اصدار منهم. هنعمل كليك يمين سيلكت اول، كليك يمين كوبي، نرجع على الشير الرومز اتاري 7800 اهو، برده موجود ملف انفو جواه اهو في الصيغ المدعومه، كويت بيست العاب ال 2700 اتحط، ال 7800 انا اسف اتحط. هنعمل كلوز ويندو، نرجع للباتوسيرا نفسه. طبعا بص كده هنا مفيش اتاري 7800. هندوس ستارت جيم سيتنج ابديت جيم ليست يس. بص بقى كده ظهرت جنبها على طول بالترتيب بتاعها الصح، اتاري 7800. وادي كل الالعاب اللي احنا حطيناها. طبعا الملفات الثانيه فيها العاب ثانيه بس بتحطها بنفس الطريقه مفيش مشكله فيها لو انت عايز تملك جهاز العاب على اخره. انا حطيت بس ملف واحد منهم عشان نجرب بيه. وادي اللعبه الحمد لله شغاله زي الفل اهي، وان بلاير اكسبرت. طبعا انتوا شايفين الجوده عامله ازاي، وطبعا انتوا شفتوا في اول الفيديو الجوده كانت عامله ازاي. هوريك ازاي نوصل للجوده دي بامر الله مع بعضينا. هنخرج من اللعبه تاني عن طريق هوت كي وستارت، وكده يبقى احنا خلصنا من العاب الاتاري 2600 والاتاري 7800. نبتدي بقى نخش على الشغل التقيل شويه، الالعاب بقى الحلوه اللي احنا بنحبها. هنرجع للملف بتاعنا العاب الان اي اس. طبعا احنا استخرجناها قبل كده، ده الملف اللي احنا استخرجنا منه اهو. عشان كده انا قلت لك استخرج الالعاب وانت في ويندوز، لان الملف لو بالنظام ده هنا مش هتعرف تستخرجه، لازم تخش على التيرمينال وتستخرج منه. ولكن احنا مستخرجينها اهي. طبعا زي ما انت شايف العاب الان اي اس بالذات كتير جدا، فانا بسرعه هنقل كل الملفات وارجع لك تاني. انا هسرع بس الصوره دلوقتي ثواني كده اهو. ملف الان اي اس اهو، كليك يمين بيست. انا هرجع تاني هنا كده، هاخد ملف الان اي اس احطه هنا عشان ننجز شويه. طبعا انا نقلتهم بسرعه شديده. طبعا انت شايف ان هو ايه، عندنا 2890 لعبه بالملفات. لو رجعنا على ملف الان اي اس هنا هنلاقي 2886 لعبه، والاربع ملفات اللي موجود جوه يبقى ال 2890 مظبوطين جدا. طبعا العاب الان اي اس كتير جدا زي ما انتم شايفين. هنعمل كلوز ويندو برضو من باب انا عارف والله ان انت فهمت، بس من باب التجربه بس مش اكتر. بص الان اي اس مش موجود هنا خالص. انا اسف، الان اي اس موجود اهو، بس موجود عليه اللعبه الوحيده اللي نازله مع النظام. الالعاب ال 2800 لعبه اللي احنا حطيناهم مش موجودين. هنرجع ندوس ستارت جيم سيتنج ابديت جيم ليست يس. بص بقى كده ملف النينتندو بقى فيه كام لعبه؟ بقى فيه 2882 لعبه. بص كده كل الالعاب. طبعا انا مبسوط بالملف ده عشان فيه لعبتين فيه انا بعشقهم جدا، هنبقى نجربهم سوا. يبقى كده احنا نقلنا ملفات الان اي اس، العاب الان اي اس كلها، والعاب الاتاري 2800 و7800. نرجع على الملف بتاعنا نشوف ايه اللي لسه ما حطيناهوش، البلاي ستيشن 1. بس كده يعني احنا هندخل بقى على الشغل الحلو. احنا قلنا عندنا 5 العاب من البلاي ستيشن 1. تعالوا نبتدي ننقلهم لعبه لعبه. ميتال جير سوليد اهي موجود جواها ملفين، خلي بالك. هناخدهم كوبي وهنرجع على الشير على الروم، وهندور على بي اس اكس. بي اس اكس اهو جنبيه بي اس فيتا، بي اس بي اس 3 بي اس 2 الى اخره. بي اس اكس ده هو البلاي ستيشن 1. هنعمل بيست كده، احنا نقلنا لعبه ميتال جير. نرجع تاني اهو، برضه انا هسهل على نفسي هحط ملف البي اس اكس هنا اهو. هنرجع تاني على الباتوسيرا العاب البلاي ستيشن 1 ميتال جير سلاج، هناخدها كلها اهي على البي اس اكس على طول. هنرجع ناخد ميتال سلاج اكس، هناخدها اهي على البي اس اكس على طول اهو. ده ملف الاتش تي ام ال اللي قلت لك ممكن تشيله ملوش لازمه عادي، اعمل له سكيب اي حاجه مش فارقه. بيبسي مان ناخد ملفاتها برضه اهو سكيب. ملف الاتش تي ام ال اهو برضه دي بيبسي مان. ناخد لعبه تيكن 3 ملفاتها كتير شويه، ناخدها على بي اس اكس. انت ما بترتبش الملفات جوه، انت بترمي الملفات كلها فوق بعضيها وهو بيتعرف عليها بعد كده مع نفسه. كده احنا لو رجعنا على بي اس اكس هنا احنا حطينا الالعاب بتاعتنا كلها زي ما احنا شايفين. هنعمل فايل كلوز، وهنيجي هنا طبعا ما فيش بلاي ستيشن 1 خالص.
ستارت جيم سيتنج ابديت جيم ليست يس. هندور تاني هنا بلاي ستيشن 1 ظهر، افتحوا ادي لعبه ميتال جير، ميتال سلاج حرب الخليج يعني، دي ميتال سلاج اكس حرب الخليج الاصدار الكامل، بيبسي مان، بيبسي مان تاني، تيكن 3. تعالوا مثلا نجرب مع بعضينا اي لعبه من دول. تعالوا مثلا نجرب حرب الخليج. طبعا زي ما انتم شايفين دي يعني الجناب دي هي ده شكل كده جرافيك كده للبلاي ستيشن 1 بيتغير وممكن يتشال خالص. انا عن نفسي هحب اشيله، هنشيله مع بعضنا دلوقتي. ادي لعبه ميتال سلاج يا جماعه، لعبه حرب الخليج اللي احنا عارفينها كلنا اهي. استنى اشغل الصوت كده اشوفه عالي ولا لا. اهي بكل اصابه اركيد ميشن يس. طبعا ثواني نوطي الصوت شويتين ثلاثه كده، نختار استاذ ماركو ونقول لا لا كل اللي كانوا بيلعبوا اللعبه دي عارفين ماركو، ما تفهمش كنا بنتخانق عليه ليه ما اعرفش. وادي لعبه حرب، شايفين الجوده دي؟ انا عايزكم تفتكروا الجوده دي معايا لحد ما نخلص ان شاء الله. وادي لعبه حرب الخليج بتاعت بلاي ستيشن 1 شغاله ما فيهاش مشاكل هي الحمد لله اهو. الله العظيم انا شكلي هسيب الفيديو واقعد العب اللعبه دي. اوعى الماشين جن، هات يا عم الحاجه اللي معاك. يلا احنا ورانا حاجات مهمه اقسم بالله عايزين نعملها. يا لوي العربيه اللي كانت الطياره اللي كانت مقرفه في تدميرها اهي. يا سلام. طيب احنا عايزين نقفل اللعبه دي ونبتدي نكمل شغل. طيب انا عايزكم والله العظيم انتم ما هتصدقوا شكل اللعبه دي لما نرفع جودتها يا جماعه ونشغلها على اقصى اداء ممكن. اوعى بتاع بنت الكلب اهي. ايوه البتاع اللي كانت بتموتنا هي على طول. محدش هيهرب من هنا. طيب زي ما قلنا هوت كي وستارت عشان نخرج من اللعبه. طيب هنقفل الصوت تاني دلوقتي مؤقتا. طيب عندنا مثلا العاب ايه تاني؟ عندنا مثلا بيبسي مان، عندنا طبعا احنا يعني جربنا لعبه مع بعضينا اهو. نرجع نكمل بس بقيه المحاكيات. هندوس اف 1 كده. فاضل لنا تقريبا تعال نشوف فاضل لنا العاب ايه تاني. فاضل البلاي ستيشن 2 البلاي ستيشن 3 والوي. تعال ناخد البلاي ستيشن 2. عندنا منه لعبه واحده اهي اللي احنا فكيناها، دراجون بول زد اهي. ايزو كليك يمين كوبي شير رومز بلاي ستيشن 2 كليك يمين بيست. وادي لعبه البلاي ستيشن 2 بتتنقل اهي. بص الاحجام بدات تكبر اهي. اول ما دخلنا البلاي ستيشن 2 الاحجام بدات تكبر اهي. لعبه دراجون بول زد اهي. انا هبتدي ارجع اشوفها على النظام نفسه. ستارت جيم سيتنج ابديت جيم ليست يس. ادي البلاي ستيشن 2 ظهر بعد البلاي ستيشن 1 اهي. ولعبه دراجون بول زد اهي. انا هبتدي اشغل اللعبه دي ويا رب ما يحصلش مشاكل مع التسجيل لان هيبتدي بقى الالعاب تتقل على الجهاز شويه. ادي الانترو بتاع البلاي ستيشن 2 اللي احنا عارفينها اهي، اللي كنا بنقعد نصلي وندعي ان الاسطوانه تشتغل ساعتها. بلاي ستيشن 2 انا برضو الحمد لله مختار العاب خفيفه فان شاء الله مش هيحصل مشاكل معاها عشان انا كنت عامل حسابي مع التسجيل هيحصل مشكله. وادي لعبه البلاي ستيشن 2 شغاله. انا عمال اختصر الحاجات اللي في الاول دي اهي. ادي اللعبه شغاله الحمد لله ما فيهاش مشكله اهي. انا ما لعبتش اللعبه دي قبل كده بصراحه. تمام مفيش مشكله. اختصر لي الكلام ده كله. ادي لعبه البلاي ستيشن 2 بتاعه دراجون بول شغاله. هي لعبه شكلها كانت حلوه ازاي ما سمعتش عنها قبل كده ولا انا اللي ما كنتش متابع ولا ايه؟ ادي لعبه بلاي ستيشن 2 شغاله. طبعا انا لعبت اللعبه دي قبل كده. طبعا انا مش عارف انا بعمل ايه هنا. عايز اقول لكم يا جدعان ان بصوا بشكل اللعبه دي شكل الحواف اللي موجوده على الشخصيه اللي احنا بنلعب بيها. عايز اقول لكم الكلام ده بيختلف تماما لما بنرفع الجوده. انا يعني متحمس نخش على الخطوه دي. فطبعا هنقفل اللعبه دي ونبتدي بقى نشوف اللي عندنا بعد كده ايه عشان انا عايز ادخل على السكشن بتاع رفع الجوده. نخش بعد كده تاني على اف 1 نفتح مستخدم النظام او العرض الملفات. التسجيل لسه شغال الحمد لله ما فيش مشكله. ندخل بقى على تحميل العاب بلاي ستيشن 3. ملفات الباكج اللي انا محملها هي ارخم حاجه في التسطيب بتاعها. فاحنا ندخل بسرعه مع بعضينا على باتوسيرا هنا اهوت بلاي ستيشن 3. ادي ملفات البي كي جي وملف الار اي بي اللي احنا اتفقنا عليهم. هناخد الملفين معانا كوبي وهنيجي على ملف الشير هنا كده من بره خالص زي ما احنا بره هنا. هنعمل لهم بيست نستناهم ما يخلصوا. انا بنقلهم هنا ليه؟ لان البرنامج اللي هنستخدمه في فك الباكج ده مش هيعرف يقراها من على هارد خارجي، لازم يقراها من على السيستم نفسه. الملفين موجودين عندنا هنا اهو. هنيجي على ابلكيشنز دي هنا. ابلكيشنز دي هنا فيها شويه محاكيات. الدولفين ده محاكي احنا ناس كتير جدا عارفاه. ده الاكستريم ده الدوس او التيرمينال بتاع اللينكس او بتاع المحاكي ده كله. المهم في هنا كمان الوي كنترولر البرنامج اللي بيحاكي الدراع بتاع الوي زي ما كنت شرحت لكم عشان لعبه الوي ما كانتش راضيه تشتغل معايا. هنفتح منه هنا ار بي سي 3 علامته اهيت علامه 3 كده بتاعت البلاي ستيشن 3. اول مره بنشغله فيها بيطلب مننا ان احنا نوافق على الاتفاقيات. بنوافق عليها ونقول له اوكي كونتينيو. هيفتح قدامنا هيبقى فاضي زي ما احنا شايفين كده. هنختار من كلمه فايل الاول. هنعمل انستول فيرم وير. هيجيبنا عند اليوزر داتا هنا مثلا كده. لو فتح لك هنا هتختار منها بايوس وهتنزل هتلاقي في ملف اسمه بي اس 3 ابديت دوت باب. هتقول له اوبن. هيقول لك ان في ده في فيرم وير جديد هيتسطب 491 اللي هو اخر اصدار من البلاي ستيشن 3 لو تفتكروا. هنقول له يس اوكي. هيعمل له انستول بسرعه وبعد ما يخلصوا هيفتح التنظيم المحاكي ده ولما يخلصوا هيرجع لك تاني على الشاشه دي. انا اختصرتها لك بسرعه اهي. هيرجع لك تاني على الشاشه دي. هناخد من فايل هنا بقى هنبتدي نحمل اللعبه بتاعتنا نفسها. هنعمل انستول باكجز. هيفتح لنا الملف اللي احنا كنا فيه البايوس اهو بتاع البايوس اهو. هننزل احنا في يوزر داتا اهوت اللي هو ملف الشير اللي احنا كنا فيه. هنلاقي اللعبه بتاعتنا اهو البي كي جي اهو والار اي بي اهو. هنحمل الاول البي كي جي. هنقول له اوكي. هتلاقيه اتعرف لوحده على اسم اللعبه والاصدار بتاعها تاريخ الاصدار بتاعها والفيرجن. هنقول له يس. هيبتدي يحملها. الكلام ده ما بياخدش دقيقه ونص بالظبط زي ما احنا شايفين كده اهو. ما نختارش حاجه من دول. هنقول
وهنقول له اوكي. هو لوحده اهو عرف اللعبه وعرف اسمها وكل حاجه. الرقم بتاع السيريال بتاع اللعبه اهو مهم، لازم نكون حافظينه في دماغنا لو عندنا كذا لعبه بلاي ستيشن 3. عندنا ملف جديد اتعمل اهو البي اس 3 انترفيس الاكس ام بي. هنعمل حاجه خطوه بسرعه كده سريعه عشان تتلافى معانا اي مشكله قدام، ان احنا هنيجي على الملف ده وهنعمل عليه كليك يمين، ان هنعمل داونلود كومباتيبيليتي داتابيز، هيعمل لها داونلود اونلاين ما بياخدش ثواني يعني، وهتتغير عندنا هنا ايه في الكومباتيبيليتي لبلايبل اللعبه نفسها. وهنيجي برده على ريزيدنت ايفل هنعمل كليك يمين وداونلود كومباتيبيليتي داتابيز برده ما بتاخدش حاجه برده كده. احنا امورنا تمام. بس خلي بالك لو جينا نشغل اللعبه هيحصل عندنا مشكله في ملف الار اي بي، فاحنا عشان نتلافاها من واحنا هنا بالمره هنيجي عند فايل هنا اهوت وهنعمل انستول باكجز تاني، بس المره دي هنختار ملف الار اي بي عشان يتسطب للعبه وهنقول له اوبن، ما بياخدش حاجه كده هو اتسطب كده. اللعبه موجوده عندنا هنا وان شاء الله جاهزه انها تشتغل. بس انا مش عايز اشغل اللعبه من هنا، انا عايز اشغل اللعبه من المحاكي نفسه من باتوسيرا من بره. هنيجي على اللعبه هنا هندوس عليها كليك يمين كده وهنعمل اوبن انستول فولدر. هيظهر لك ايرور تحت هنا ان هو مش عارف يفتحه، مش مشكله. الايرور ده اهم حاجه فيه انه موجود فيه الملف، مسار الملف فين. انا مثلا عشان بحمل اللعبه على اتش دي دي فالمسار بتاعها انا حافظه ومجربه كذا مره قبل كده. انت بتبص على المسار ده وتمشي عليه. هو بيقول لك يوزر داتا سيستم اللي هو ملف الشير سيستم كونفيجز ار بي سي 3 ديف اندرسكور اتش دي دي 0. وخلي بالك لو انت محملها على اس اس دي الكلمه دي هتتغير، هتلاقي ديف مثلا اس اس دي 0 او اس اس دي 1، ولو ان في ام اي هتتغير. بس طبعا عشان انا عندي اتش دي دي فهو بيقول اتش دي دي 0 جيم رقم اللعبه. انا كل اللي هعمله ان هدوس على الت تاب. طبعا الت تاب شغاله هنا زي الويندوز، انا قلت لكم قبل كده ولا لا مش فاكر. هنيجي على ملف الشير هنا اهو، هندخل منه على سيستم، ومن سيستم هندخل على كونفيجز، ومن كونفيجز هندخل على ار بي سي 3، ومنها هنختار الديف اتش دي دي 0 اهي اللي احنا قلنا عليها، وهنختار منها جيم. وهنلاقي اللعبه بتاعتنا هنا اهي بالرقم بتاعها. هنفتح اللعبه من جوه كده هنلاقي ملفاتها، هناخد الملفات دي كلها كده كليك يمين كوبي، وهنرجع على ملف الشير ومنه على الرومز زي ما كنا بننقل الالعاب عادي. وهنيجي على البي اس، نصغر شويه كده بس عشان نلاقي البي اس 3. هنيجي على البي اس 3 اهيت، هنعمل كليك يمين كرييت نيو فولدر وهنسمي اللعبه ريزيدنت ايفل 4.ps3. خلي بالك هو بس معلش هو كتبها معايا كابيتال، هي عادي تكتب هنا كابيتال او سمول مفيش مشكله. اهم حاجه تضيف لها .ps3. ليه بقى؟ لان احنا لو نفتكر في ملف الانفو هنا اهو جاب لنا ان هو بياخد الصيغ .ps3 بس عشان يقدر يشوف ملف اللعبه. هنعمل له كويت، هنفتح ملف اللعبه، هننشئ جواها ملف تاني. هنا بقى كل الحروف كابيتال. هنسمي الملف ده ps3 underscore game وهنقول له اوكي وهنفتحه. هنحط جواه ملفات اللعبه اللي احنا نقلناها نسخناها. هينقل الملفات بسرعه. بعد ما تخلص هقول لكم هنعمل فيها ايه تاني. كده ملفات اللعبه اتنقلت، هي مفيش مشكله. اهم ملف فيهم هو ملف اليوزر دايركشن ده اللي جواه ملف الاي بوت دوت بين ده اللي بيشغل اللعبه اساسا زي ملفات الاي اكس اي على الويندوز. هنعمل خطوه كمان اخيره عشان نتلافى برضه تحسبا لا قدر الله اي مشكله ممكن تحصل فيما بعد. لو تفتكروا احنا كان عندنا ملف الار اي بي ده اللي احنا سطبناه واللي انا قلت لك الملف ده مهم. الملف ده بعد ما تخلص وتسطبه من جوه الار بي سي 3 هتعمل منه حاجه كمان. هتروح واخد الملف ده كليك يمين كوبي كده وهتعمل فولدر جديد هتسميه سمول كده ار اي بي وهتقول له اوكي وهتفتح الملف وهتنقل جواه ملف التراخيص ده وهتاخد الملف ده كله كليك يمين كوبي وهتفتح ملف البايوس هنا اهو وهتعمل له كليك يمين بيست. طبعا انا عامله قبل كده وموجود عندي اهو قبل كده فمش هنقله تاني. المهم ان هو في الاخر هيظهر عندك بالشكل ده. هنرجع ورا هنمسح بقى الملفين دول خلاص كده ما عدناش محتاجينهم. سطبنا اللعبه الحمد لله وكل حاجه عندنا امورنا تمام. وهنعمل فايل كلوز ويندو وهنيجي هنا نعمل ستارت جيم سيتنج ابديت جيم ليست ونقول له اوكي. هيظهر عندنا محاكي البلاي ستيشن 3 هنفتحه هنلاقي جواه لعبه ريزيدنت ايفل هنعمل لها اوكي عشان تبتدي تشتغل. معلش سامحوني على الخطا ده انا عملت مشكله اوعاكم تنسوها ان انا سبت برنامج الار بي سي 3 شغال على النظام نفسه. يعني لو عملت الت تاب هنا اهو بص الار بي سي 3 شغال مره اهو. فكل اللي انت هتعمله وانت هنا هتدوس اف 1 وهتعمل الت تاب تيجي على الار بي سي 3 موجود عندك اهو هتعمل له فايل اكزيت لان ملف الار بي سي 3 ما ينفعش يشتغل مرتين. وهنعمل هنا فايل كلوز ويندو وهنيجي على البلاي ستيشن 3 عادي ونشغل اللعبه. وزي ما انتم شايفين الحمد لله اللعبه اشتغلت من غير اي مشاكل اهي ومن غير اي حوارات. انا طبعا عشان جربت كذا مره فعملت لكم المره دي يعني مسحت اللي انا عملته قبل كده وجبت لكم الخطوات النهائيه. خلي بالك ان قبل الشاشه دي كان بتيجي شاشه تحميل بسيطه كده بيقعد يحمل فيها شويه ملفات للعبه ما بتاخدش وقت وبعد كده اللعبه بتشتغل كريت نيو سيف مفيش مشكله الحمد لله. نشغل صوت اللعبه عشان احب اسمع الراجل وهو بيقول ريزيدنت ايفل 4. طبعا انتوا لو واخدين بالكم ان ابعاد الشاشه مش مظبوطه الكلام ده كله هنظبطه مع بعضينا دلوقتي. معلش بس انا احب اسمع ريزيدنت ايفل 4 ما اقدرش. كونتينيو ريزيدنت ايفل 4. بس انا كده اتغسلت من جوايا خلاص. المهم عندنا اللعبه الحمد لله شغاله هي عادي مفيش مشكله. هنختصر بس الفيلم اللي في الاول ده. عندنا استاذ ليون كينيدي اهو الكنترولر شغال. الجوده طبعا بالنسبه للبلاي ستيشن 3 كويسه بس انا عايز اقول لكم ان الجوده دي احنا لسه هنرفعها عن كده كمان. طيب انا هقفل اللعبه دلوقتي ونقفل الصوت ده خالص كده. احنا الحمد لله وصلنا لمرحله كويسه ان احنا حملنا العاب
النينتندو انترتينمنت سيستم او NES، حملنا العاب الاتاري الاصدارين بتوعه، حملنا العاب البلاي ستيشن 3 والبلاي ستيشن 2 والبلاي ستيشن 1 وشغالين كلهم وجربناهم ما فيهمش اي مشاكل الحمد لله. ناقص عندنا ملف واحد بس كمان انا ما حطيتلكوش العابه، اللي هو اظن على ما اتذكر ايوه كان ملف الوي. هناخد لعبه الوي اليتيمه اللي موجوده عندنا هنا دي، وهنيجي عند الرومز هنا اهي ندور على ملف الوي اهو، وفي وي وخلي بالكم كمان هناخد الوي هنا اهي هنعمل لها بيست. خلي بالك ان اللعبه صيغتها .zip، لو دخلنا هنا كده اهو بص هتلاقيه بيقول لك ان هو ايه اهي دي غلطه، اهي مثلا دي غلطه انا ارتكبتها لازم نحلها دلوقتي حالا، ان انا ما فكتش ضغط اللعبه دي واحنا في الويندوز نفسه، ولو جيت افكها من هنا بصوا مش هلاقي طريقه للفك. طبعا اللي عنده خبره او اللي اتعامل قبل كده مع انظمه لينكس هيلاقي الموضوع بالنسبه له بسيط، ان انا كل اللي محتاج اعمله ان انا محتاج افتح التيرمينال وافك اللعبه من جواها. طيب لو انت ما عندكش خبره في التعامل مع التيرمينال، راستر الجهاز خالص وافتح الويندوز عادي واعمل اكستراكت للعبه، لكن انا مثلا عادي انا هعمل لها اكستراكت من على التيرمينال هنا عن طريق ان انا هساله بس انا فين الاول، وبعدين هعمل له LS، وبعدين هدخل على الرومز، ومن الرومز هدخل على الوي، وهنا هنلاقي ملف اللعبه بتاعتنا بصيغه زب اهو، هنعمل له انزب بن 10 اومنيفيرس وهقول له اوكي، هيعمل لها انزب اهو بس تمام كده خلص، هقول له اكزيت، وهنرجع على ملف الشير هنا اهو، ومنه الملف الرومز ومنه الملف الوي، هنلاقي اللعبه اتفكت عندنا هنا اهي ب RV7 اهو، RVZ انا اسف اهو كده الصيغه دي مظبوطه مفيش مشكله. انت ممكن تعمل نفس الخطوه دي من على الويندوز عادي يعني كما يتراءى ليك اعملها مفيش مشكله. هنمسح الملف ده خالص وهنعمل هنا فايل كلوز ويندو، وهنعمل ستارت جيم سيتنج ابديت جيم ليست، وهندور على الوي هنلاقيه فين بقى، فين الوي ظهر عندنا اهو، وادي اللعبه موجوده جوه. كده احنا خلصنا من تحميل كل الالعاب وتشغيلها وملفات البايوس، وكمان العاب البلاي ستيشن 3 الرخمه، والعاب البلاي ستيشن 2 وال1 السهله جدا الحمد لله، والعاب الاتاري طبعا والوي اللي ما فيهمش اي مشاكل. وطبعا اي محاكي يخطر على بالك، يعني بص معايا مثلا كده في ملف الرومز هنا، اي محاكي يخطر على بالك موجود هنا، يعني موجود هنا حاجات انا اول مره افهمها ولا اول مره اشوفها. NDS موجود هنا اهوت، PS فيتا موجود هنا، وهتلاقي طبعا PSP موجود بس في مكان تاني، هتلاقي مثلا اجهزه السيجا كلها موجوده، اجهزه سونيك انا اول مره اسمع عنها برضو بس اكيد نزلت في مكان ما. كل المحاكيات انت بمجرد ما تدخل على محاكي وتضيف لعبته جواه وتعمل ابديت للجيم ليست، اللعبه هتظهر عندك جوه السيستم عادي. ندخل بقى على الخطوه اللي بعد كده، هنبدا وانا واقف على بلاي ستيشن بقى. ندخل بقى على الخطوه اللي بعد كده، شكل الالعاب اسوأ ما يكون. انت دلوقتي تظبط شكل الالعاب دي ازاي؟ انت بتيجي على مثلا لعبه زي ميتال جير ديت مثلا، ان انا عايز اجيب لها صوره، عايز اجيب لها كفر ما تبقاش شكلها بالمنظر اللي قدامي ده، بتدوس على زرار اكس دوسه طويله اللي هو بيشغل اللعبه، وبتنزل هنا مثلا عندي سكريب دوت، السكريب ده اوتوماتيك بيبتدي يدور على صوره اللعبه على الموقع بتاعه نفسه. بص بقى مثلا كده جاب لي كل صور للعبه اهي، اختار بقى الشكل مثلا اللي يعجبني، تقريبا ده شكل كويس، هقول له اوكي مثلا داونلود، وممكن تختار اي صوره ثانيه من الصور اللي تحت، وهتلاقيه بيحمل لك صور كامله للعبه. بس طبعا ده مثلا اهو انا كده مثلا حملت صوره للعبه. طيب مثلا لعبه ميتال سلاج اكس دي مثلا، لو جينا عند سكريب هنا مثلا كده نشوف لها في صور ليها ايه، يا سلام على الصوره الجميله والله، زمن. تعال نختار دي مثلا اهو، حمل لنا صورها. طيب هل انا بقى هقعد اعمل كده مع لعبه لو انا عندي مكتبه كبيره مثلا، او على مكتبه زي مثلا مكتبه الاتاري هنا اللي فيها يجي 2000 لعبه دي مثلا كده؟ لا طبعا مش كلام منطقي. في حل سريع بيحمل لك صور الالعاب كلها خبطه واحده كده، خبط لزقه على طول وتخلص منها. وهي ازاي بقى؟ اولا هندوس على زرار ستارت هنا كده، وهننزل على كلمه سكريبر اللي انا كنت قلت لك عليها قبل كده هنحتاجها، هتلاقي فيها اعدادات. هو بيقول لك انا هسكريب منين؟ انا هقول له ان انت عايزك تسكريب من سكرين سكريبر، ده ويب سايت، وباجي عند سكريبر سيتنج مثلا هنا كده ايه، بقول له انت هتبتدي تجيب لي مثلا سكرين شوت او تايتل سكرين شوت او نون ايا كان، مثلا انا عايزه يبتدي يجيب لي العناوين مثلا هنا اهو، هسيبها زي ما هي كده مثلا. هنزل تحت خالص هنا هلاقي حاجه مهمه قوي، انها لازم يكون عندي يوزر وباسورد على الموقع ده. حاجه برضو بسيطه جدا وتافهه جدا، ممكن تعملها من على الموبايل بسرعه وانت قاعد، ممكن تعملها من على البي سي، ممكن تعملها من على الباتوسيرا. هتقول لي ازاي اعملها مع الباتوسيرا؟ الباتوسيرا بشكل افتراضي مفيش عليه براوزر، حتى لو دخلت على F1 هنا كده مثلا ودورت في الابلكيشن مفيش براوزر. طيب افرض انت احتاجت تعمل اي حاجه او هتعتمد على باتوسيرا كنظام تشغيل اساسي، كل بقى ما تحتاج حاجه تقعد تعمل له ريستارت وتفتح الويندوز وتفتح البراوزر، او لازم يكون معاك تليفون؟ لا، انا هعلمك تركايه بسيطه كده، بتاخد شويه نت بتاخدها بتاع 300 400 ميجا، وهيبقى عندك فايرفوكس مدعم داخل باتوسيرا. بنعملها ازاي؟ بنفتح التيرمينال، بنفتح قصدي انا اسف الشاشه بتاعتنا هنا، بنيجي عند ابلكيشنز بنفتح منها التيرمينال، وهتكتب كام امر بسرعه ورا بعضيهم كده، انا هسيبهم لك في الديسكربشن تحت هنا. شويه الاوامر اللي انا هسيبها لك تحت دي
دي انا هكتبها دلوقتي بسرعه واحملها كده. بعد ما تكتب الاوامر دي، بعد ما تكتب الامر الاولاني ويحمل المكتبه عندك وتكتب الامر الثاني كمان، هيطلب منك ان انت توافق على شويه تعديلات هتحصل في ملفات النظام وشويه التحميلات دي. انت بتوافق عن طريق انت تدوس يس وتقول له انتر، هيجي لك حوالي مرتين او ثلاثه، وزي ما انت شايف كده هيبدا عندك تحميل شويه ملفات. طبعا هي مش بالاحجام اللي مكتوبه دي، يعني مثلا ملف 155 تلاقيه مثلا عنده وصل عند 100 110 ويقلب. هو بيحمل شويه حاجات دلوقتي هتفيدك جدا في ان انت يكون عندك متصفح مدعوم داخل النظام. انت مثلا اتزنقت عايز تعمل ايميل زي ما احنا مزنوقين مثلا في سكاي سكرابر دلوقتي، مثلا بدل ما تقفل الجهاز او تستخدم التليفون، لا افتح المتصفح على طول بالكيبورد في ثواني، اعمل اللي انت عايزه وارجع النظام بتاعك على طول. هستعجل بسرعه تحميل الخطوه دي مع بعضينا وارجع لكم. وزي ما احنا شايفين كده التحميل خلص. كل اللي انا هعمله ان انا هدوس اكزit هنا، ده الدوس الثاني مالناش دعوه بيه، التيرمينال الثاني، وهاجي هنا هعمل فايل كلوز ويندو. طيب افتح المتصفح ده ازاي؟ هاجي عند ستارت هنا كده مثلا، وهجيب جيم سيتنج ابديت جيم ليست يس. بعد ما يفتح تاني هنسحب يمين هنا، هندور على حاجه اسمها بورتس اهي، هتلاقي فيها الفايرفوكس. وخلي بالك مفيش حد على اليوتيوب كله شرح الخطوه دي قبل كده. بمجرد ما هندوس عليها بص بقى اللي هيحصل معانا كده، عندنا متصفح فايرفوكس كامل موجود جوه الباتوسيرا. نعمل منه اي حاجه، نحمل منه لعبه من غير ما نحتاج نفتح الجهاز مثلا، نعمل كل اللي احنا عايزينه من المتصفح ده. انا مثلا دلوقتي مزنوق في ان انا عايز اعمل اكونت على سكرين سكريبر. هاجي في جوجل هنا كده هكتب سكرين سكريبر وهفتحه، اول واحد اهو موجود قدامي اهو. كل اللي انا محتاج اعمله محتاج اعمل ريجستر هنا. هتيجي هنا هتلاقي في يوزر نيم ونيو باسورد، وهيطلب منك ايميل، او انا اسف، هيطلب منك تاكيد الباسورد وهيطلب منك ايميل، وهتعمل له سند وخلاص. على كده هيبعت لك ايميل على الايميل بتاعك ان انت سجلته خلاص. طبعا انا عامل ايميل قبل كده فانا مش محتاجه خلاص. انت خلصت مثلا الخطوه دي هنا، انا هقفل المتصفح ده خالص كده، وهرجع هنا هفتح ستارت وهاجي على السكريبر وهاجي على السيتنج وهنزل تحت هنا هبتدي اكتب الايميل اللي انا عملته، هقول له اوكي وعامله باسورد ده عادي خالص. انا هغير حاجه واحده بس هنا، لان تحميل الصور عدد الالعاب اللي موجوده عندي كتير دلوقتي. لو احنا بصينا مثلا هنا كده في اول جيمز مثلا، فين هي اول جيمز؟ بص كده عدد الالعاب الموجوده 3765 لعبه بسبب طبعا العاب الان اي اس. فانا اللي هعمله ان انا في السكريبر هنا كده هغير بس في السيستم انكلودز دي، هشيل منه الاتاري وهشيل منه الان اي اس، عشان عايز اديك بس ايه تجربه سريعه كده عشان تعرف الصور بتتحمل ازاي. انا هشيل الان اي اس كده مثلا وهقول له باك، هدوس دايره عشان ارجع ورا، وهقول له سكريب ناو، هيبتدي يعمل لوج ان لوحده. طبعا كده في حاجه انا كاتبها غلط في اللوج ان سيتنج تقريبا، والله اعلم اسم انا، ان شاء الله يكون كده صح. بس تمام كده صح. هيظهر عندك على اليمين فوق كده ان هو بيقول لك اهو هو بدا يعمل سكريب للصور. بس هو خلي بالك هو هنا بدا بالعاب الاتاري لان السيتنج اللي احنا عدلناها ما اتحفظتش اهي. فانا اللي هعمله دلوقتي ان انا هوقف الداونلود ده ازاي؟ هاجي عند جيم سيتنج هنا واعمل ابديت جيم ليست عشان بص يوقف لي السكريبنج. تمام كده هعمل ابديت جيم ليست عادي واسيبه يراستر مفيش مشكله بسرعه. وهاجي على سيستم سيتنج، انا اسف، هاجي عند سكريبر وهغير في الاعدادات دي ان انا هشيل الاتاري، العاب الاتاري والعاب الان اي اس، وهرجع ورا وهقول له سكريب ناو اهو. كده 13 لعبه بس اللي بيدور عليهم. بنتين اهي مثلا لعبه الوي المتصفح سيبك منه، الالعاب القديمه اللي موجوده على الجهاز نفسه، بيبسي مان اهي. طبعا انت لو عندك العاب تانية بس انا عدلت بس الامر عشان الموضوع ينجز بسرعه بس مش اكتر. كده دي اخر حاجه اهي خلاص. هو كده بيقول لي خلص، هحتاج اعمل ابديت جيم ليست يس، ونبتدي نسمي الله ونخش نشوف الصور الجديده اللي عندنا. في الوي مثلا هنا اهو جاب لي صوره لعبه بنتين اهي. في البلاي ستيشن 1 حمل لي صور الالعاب اهي، بيبسي مان، تيكن، ميتال حرب الخليج، ميتال جير. في البلاي ستيشن 2 حط لي صوره دراجون بول. في البلاي ستيشن 3 طبعا ما عرفش يجيب صوره ريزيدنت ايفل عشان غالبا انا كاتبها غلط. تقريبا ان شاء الله يكون فهمنا المره دي. هو جاب لنا كل العاب ريزيدنت ايفل وريحنا خالص. طبعا ده هو غلاف بتاع ريزيدنت ايفل 4 مثلا. تعال نختار ده كده مثلا بس، وادي كده بقى عندنا صوره ريزيدنت ايفل ما فيهاش مشاكل. كده زي ما احنا شايفين بقى عندنا صور كل الالعاب. طبعا مش فاضل غير العاب السوبر نينتندو الكتيره جدا دي هي اللي ما تحملهاش صور بتاعتها هي عشان يعني ما شاء الله عددها كبير قوي. طيب ندخل بقى بعد كده على خطوه مهمه جدا جدا جدا، ازاي نحول اللعبه من الشكل اللي مثلا اللي احنا شفناه في اول اللعبه. تعالوا مثلا نجرب مع بعضينا بيبسي مان مثلا عشان دي اكتر حاجه انا بحبها يعتبر. طبعا انتوا شايفين جوده اللعبه عامله ازاي، يعني ما فيش كلام يتقال. لعبه بلاي ستيشن 1 يا جماعه. بس انا عايز اقول لكم ان اللعبه دي احنا ممكن نعمل فيها تغيير جذري هفرجكم عليه دلوقتي. بس انا عايز اوريكم اللعبه من جوه الاول واقول لكم الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها. اولا طبعا انتوا شايفين جوده اللعبه عامله ازاي، حاجه يعني ما شاء الله، يعني ما ينفعش اساسا ان انا اسيبها لك في الفيديو بالشكل ده. وايه تاني، وطبعا في البروز اللي في الجناب بتاعه المحاكي دي انا ما بحبهاش، فهنشيل الكلام ده كله مع بعضين. احنا خرجنا من اللعبه اهو، نبتدي
هنبتدي بقى نشوف ازاي نظبط اعدادات الالعاب دي. تعال نبتدي بالعاب البلاي ستيشن 1 مثلا. احنا هنيجي هنا هندوس على زرار ستارت، هنيجي عند الجيم سيتنج وهننزل على اخر حاجه موجوده تحت خالص اللي هي البري سيستم ادفانسد كونفيجريشن. هنفتحها وهنختار المحاكي اللي احنا هنشتغل عليه. احنا دلوقتي عايزين نشتغل على البلاي ستيشن 1 مثلا. هنيجي على البلاي ستيشن 1 هنا، هتلاقي عندك شويه اعدادات. ركز معايا، هم كام حاجه بسيطه اللي بنغيرها بتظبط كل حاجه. عندك الايميليتور ده في البلاي ستيشن 1 هنخليه داك ستيشن عشان هو احسن واحد بيشغلها. هنسيب كل ده زي ما هو. هننزل عند الفيديو مود هنا، هنختار الماكسيمم اللي هي 1920 في 1080، ولو شاشتك اعلى من كده سيبها اوتو. فانا حاليا في الوقت الحالي هسيبها اوتو. دي نيجي عند الديكوريشن هنا، ده اللي هي اللي انا قلت لك عليها، الحاجات اللي موجوده في جنب الجهاز اللي انت ممكن تغيرها، اللي هي مثلا هي شغاله دلوقتي على الديفولت اللي هو البلاي ستيشن 1. انا مش عاجباني مثلا، ما بحبهاش، هقول لها نون عشان عايز اللعبه تفتح على الاخر. هنخرج من الديكوريشن وهندخل على الديسبلاي. هنيجي عند الديسبلاي هنا، هنسيب الجرافيك اي بي اي زي ما هو. هنيجي عند الفي سينك هنشغله عشان نقفل التردد بتاع الشاشه خالص ونخلص من مشكله التقطيع او اي حاجه هتحصل. هننزل بعد كده على الاسبكت ريشيو، هنخليها 16 ل 9. وخلي بالك عشان في العاب ثانيه فيها 9 ل 16 هتبوظ منك، لا خليها 16 ل 9 عشان تملى الشاشه معاك خالص. وهنسيب باقي الحاجات دي كلها اوتو زي ما هي. هنرجع ورا، هندخل على الريندرنج ريزوليوشن. دي اهم حاجه هنحتاج نشتغل عليها. هنفتح ريندرنج ريزوليوشن وهنفضل نرفع 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 لحد ما نوصل لاقرب حاجه لل 1080. هو عندك هنا اقرب حاجه لل 1080 بي اللي هي 1600 في 1200. دي اعلى من 1080 شويه بس هي اللي موجوده هنا، لان اللي اقل منها اقل من 1080. خلينا على 5 اكس. خلي بالك انا ممكن ارفعها ل 6 اكس كمان لو انت عندك شاشه مثلا 2K زي اللي موجوده عندي برضو في الاستوديو، لو انت عندك شاشه 4K، لو انت عندك شاشه ان شاء الله تكون حتى 8K. بس طبعا كل حاجه هتفرق معاك في الاداء. انا دلوقتي مثلا انا اختار 5 اكس عشان اقرب لل 1080 بي او اعلى عنها شويه. وهنيجي عند الانتي انالايزنج دي وهنخليها 16 اكس ام اس اي اي اللي هي تنعيم الاطراف او تنعيم الحواف بمعنى صح. واختار ام اس اي اي عشان هيشتغل احسن من الاس اي اي بس. ومفيش حاجه ثانيه تتعمل هنا. تعالوا بقى نرجع ورا خالص كده، مثلا نفتح بلاي ستيشن 2 نجرب لعبه بيبسي مان مره ثانيه. نسمي الله كده ونفتحها. عايزك تستعد عشان تندهش للفرق اللي احنا هنشوفه باذن الله. ايوه انا عارف المشكله دي، انا عارف المشكله دي. طيب في حاجه انا نسيت اقول لك عليها ممكن تعمل معاك مشاكل مع بعض الالعاب والعاب ثانيه لا، وهي انا عايزك تخش على الجيم سيتنج وتجيب البري سيستم تاني وتنزل منها على بلاي ستيشن مثلا. وهتلاقي عندك حاجه تحت هنا اسمها الشو بايوس سبوت لوجو اللي هو اللوجو الانترو بتاع بلاي ستيشن. عايزك تخليه سكيب، وقفه، لانه في بعض الالعاب هيعمل مشاكل ومش هيخلي اللعبه تشتغل. ودي لسه حاصله معايا دلوقتي، ولما قفلته اللعبه اشتغلت مفيش مشاكل فيها. تعالوا بقى نجرب مع بعض لعبه بيبسي مان نشوفها بقت عامله ازاي. هنختصر الكلام اللي في الاول ده. طبعا انت هنا فاكر ان الجوده ما اترفعتش عشان انت شايف الصوره لسه منغمشه، بس عايز اقول لك ان دي الفيديوهات والحاجات الاساسيه في اللعبه ما بتتغيرش وما بتتعدلش. بس عايزك بقى تقول لي بص بقى كده على المنظر من هنا كده مثلا. بص كده، بص الصوره بقت عامله ازاي. سيبك من الفيديو ده، بص كده شكله بقى عامل ازاي لو اختصرنا. بص بقى ايه رايك بقى في الجمال ده؟ انت واخد بالك من الفرق؟ طبعا انا في المونتاج هحط لك فرق الصورتين قبل وبعد جنب بعض. يعني انا حاسس بلعب لعبه ثانيه خالص والله العظيم ثلاثه. اللعبه فعلا يا جماعه اختلفت بنسبه 100%. استنى نشغل الصوت عشان نتكيف. يا الزمن ده صوت ماله ليه؟ يعني بص حاجه والله العظيم اللعبه فعلا اختلفت 180 درجه. انا عايز اقول لك ان انا طبعا جربت اللعبه دي قبل كده. تعالوا بقى نجرب مع بعضينا مثلا لعبه تيكن 3 مثلا. طبعا للجيل بتاعي تيكن 3 دي ذكريات. يعني كنا بنسمي الناس دي، يعني كنا مسمين الراجل ده بروسلي، وفين كنا مسمين ايدي ده الرقاص ديسكو. ما تسالنيش ليه، يعني كنا مسمين اسمها تعال ناخد بروسلي يلا مش مشكله. بص الجوده، بص الجمال، بص طبعا يعني اللعبه برضو قديمه، ده لا نقاش على الكلام ده يا جماعه. ولكن انا عايز اقول لك اتفرج على النظافه اللي اللعبه بقت فيها مثلا. طبعا انا مش فاكر اساسا اللعبه دي كانت بتتلعب ازاي الحمد لله، ولكن يعني اظن ان الفكره بتاعتي الحمد لله وصلت. طيب مثلا تعال نجرب مع بعضينا. طبعا انت كده شفت النتيجه اللي بنوصل لها بعد رفع دقه الالعاب عامله ازاي. تعال بقى نجرب نرفع دقه العاب البلاي ستيشن 2 برضو زي ما عملنا قبل كده. هنخش على الجيم سيتنج ومن هنا نختار البري سيستم مفيش مشكله، بس هنختار بقى البلاي ستيشن 2. هي نفس الفكره. الايميليتورز هنا مش هنغيره. الديكوريشن انا برضو هقفل الديكوريشن خالص عشان امط اللعبه. هاجي هنا عند الريندرنج، هجيب الريندرنج ريزوليوشن وهبتدي ادور على اقرب حاجه ل 1080 اللي هي 3 اكس نيتيف اللي هي بيقول لك يعني تقريبا 1080. مفيش مشكله انا هختارها عادي مفيش مشكله فيها. هاجي عند الفلترنج هنا ده هخليه 16 اكس عشان ارفع الفلترنج على اقوى حاجه والباقي هسيبه زي ما هو مفيش مشكله. هاجي عند الديسبلاي هنا الجيم ريشيو هخليها فيت تو ويندو او وايد سكرين مفيش مشكله. الاثنين هيملوا الشاشه بالكامل. انا جربت قبل كده 16 ل 9 فخلينا عليها مفيش مشكله فيها. في سينك طبعا هنشغله وبس مش هنعمل حاجه اكتر من كده هنا. يلا نجرب مع بعضينا لعبه دراجون بول ونشوف النتيجه اللي هنوصل لها المره دي هتكون عامله ازاي. انا هنا ما شلتش البايوس انترو لانه ما عملش معايا مشاكل. طبعا من اول ما دخلنا في فرق واضح اهو على الجرافيك، يعني الصور والالوان بقت احلى بكتير ما شاء الله. بس انا عايز اوريك بقى الصور جوه اللعبه لان دي انا جربتها وشفتها بعيني.
بص الصوره حتى هنا بقت عامله ازاي، بقى شكلها جميل جدا. بس برضو لا، انا يعني اهم حاجه بالنسبه لي عايزك تشوف، عايز اشوف جوه اللعبه. بص بقى كده شكله بقى عامل ازاي، الحواف بقت جميله، الصور بقت ناعمه، الجرافيك نفسه، شكل المباني ده اتغير. يعني انا وريتكم قبل كده لما شغلناها من غير تعديلات، من غير اي تعديلات في المحاكي، كان شكلها عامل ازاي، كان شكلها شكل بلاي ستيشن 2 يا جماعه، عادي مفيش مشكله فيها. لكن بص هنا بقى شكلها عامل ازاي، انت هنا بقى تعيد ذكرياتك يا باشا كلها، والعب كل الالعاب اللي انت كنت بتحبها من غير وجع دماغ ولا وجع قلب. طيب يلا بسرعه عشان الفيديو كده خد وقت كبير جدا، ندخل برضو على تظبيط العاب بلاي ستيشن 3. هنيجي عند الجيم سيتنج، نقفل الصوت، البري سيستم بلاي ستيشن 3، نفس برضو الفكره. هندخل على الديكوريشن ونشيل الشكل بتاع البلاي ستيشن 3. هندخل على فيديو، من الاسبكت ريشيو هنخليها على 16:9، هي طبعا كده معموله ديفولت. هنخلي الفريم ريت نرفعه ل 60 فريم، الريندرنج ريزوليوشن هنرفعه نخليه 1080، الفي سينك هنشغله، وهندخل على الريندر هنرفع الفلترنج على 16، وهندخل طبعا في اعدادات للشيدر وكلام من ده، بس طبعا دي بتختلف من جهاز للتاني، فانت الافضل خليها على اوتو احسن. اعدادات البلاي ستيشن 3 مش كتيره زي الاجهزه التانيه. كده مفيش حاجه تانيه تتعمل في البلاي ستيشن 3 خلاص. على كده نخرج يلا نجرب مع بعضنا ريزيدنت ايفل، ويا رب ما يحصلش مشاكل مع التسجيل، لان انا متوقع ان البلاي ستيشن 3 ممكن يعمل مشاكل مع التسجيل او اداء اللعبه ما يبقاش احسن حاجه. بس يلا نجرب مع بعضنا، نسمي الله كده ونجرب مع بعضنا. الحمد لله هو خلص تجديد الملفات على طول. طبعا هنختصر الكلام اللي في الاول ده مع بعضينا عشان انا عايز اوريك الصوره. بص بقى الصوره هنا بقت عامله ازاي، بص الاستاذ مستر ليون بقى عامل ازاي. والله العظيم يا جماعه في فرق كبير في الجرافيك، انا لعبت اللعبه دي شويه، لا في فرق كبير. الصوره يعني مش عايز اتكلم، بس هي هتنافس الريماستر بالنظام ده والله العظيم. يعني لا يعني في فرق كبير، في فرق شاسع في الصوره. وده بلاي ستيشن 3 يا جماعه، اللي هو يعني عقد محاكيات كتير على البي سي قبل كده. طبعا انا هختصر الكاتسين ده يا اختي. طبعا في سنه لاج كده حصلت، انا متاكد ان هي كانت لازم هتحصل بسبب التسجيل اللي شغال، ولكن النتيجه الحقيقه لا، النتيجه جميله جدا، انا مبسوط بالنتيجه جدا. طيب يلا نخرج بينا بقى من اللعبه دي. خلاص طبعا كده احنا ظبطنا البلاي ستيشن 1، بلاي ستيشن 2، بلاي ستيشن 3. طبعا كل الالعاب فيما بعد كده بينطبق عليها نفس الفكره. انا اللي انا هجربه، احنا هندخل على الان اي اس، لان انا نفسي اجرب لعبتين هيرجعوا لكم الذكريات بسرعه. هدخل نظبط بسرعه الحاجه بتاعتها، الاعداد بتاعتها، الاسبكت ريشيو هخليها 16:9، الريندرنج، الديكوريشن طبعا هقفله. طبعا العاب الان اي اس ما فيهاش اعداد كتير تتعمل، انا ظبطتها بسرعه. تعالوا بقى انا في لعبتين عايزين نجربهم سوا للجيل بتاعي هيفتكروهم كويس. طبعا عندي هنا 3000 لعبه، فانا مش عارف هنجيب اللعبه اللي انا عايزها ازاي. فطبعا لو دوسنا على زرار مربع هنا هيفتح لنا السيرش، وطبعا هنجيب سوبر ماريو وندور على الاصدار اللي انا عايزه، السوبر ماريو بروس. طبعا انا مش محتاج اقول لكم واحنا بنتكلم عن لعبه ايه هنا. طبعا فرق الجوده واضح، فرق الجوده ظاهر. يعني انا جربت العاب الان اي اس من غير ما ارفع جودتها، لا يعني فرق الجوده هنا حقيقي يحترم وجميل جدا يا جماعه. انا اللعبه دي بترجع لي ذكريات هتخلي الواحد يعيط اقسم بالله. وخصوصا لما بتشوفها بصوره نظيفه، انت مش متخيل احنا كنا بنلعب اللعبه دي زمان على التلفزيونات الكبيره دي، كان بيبقى شكلها عامل ازاي، كان بيبقى شكلها عذاب اقسم بالله. طيب كده فاضل حاجه كمان عايز اوريها لكم، وهي ازاي نحمل ثيمز او اشكال للنظام بتاعنا عشان يبقى شكلها جميل. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هندوس على ستارت، وهنيجي على داونلود اند ابديتس ديت، وهنختار منها ثيم، وهنلاقي عندنا مكتبه كبيره من الثيمز اللي احنا ممكن نحملها. طبعا انا هجرب احمل معاكم مثلا كده بتاع سونيك دوت، وهنجرب كمان نحمل ده، وندور على بتاع البلاي ستيشن 4 فين هو، اهو لقيته. طبعا الداونلود زي ما انت شايف بيظهر لك نوتيفيكيشن فوق على اليمين اهوت ان هو بيعمل داونلودنج. طيب كده السيمز نزلت، نغير السيمز او نجرب السيمز الجديده ازاي. هندخل هنا على ستارت، وهنجيب يوزر انترفيس، وهنختار على السيم سيت دي، نفتحها كده هنلاقي جواها السيمز اللي احنا بنحملها. تعالى مثلا نجرب نشوف ده ايه. ده الشكل ده مش بتاع سونيك تقريبا، ده شكل من الاشكال اللي احنا جربناها، شكل تحفه جميل جدا. يعني زي ما انت شايف كده شكل النظام بقى عامل ازاي، بقى حاجه تحفه يعني. طيب تعالى مثلا نجرب واحد تاني، وشكل القوائم كمان اتغير. تعالى مثلا نجرب واحد تاني، تعالى نجرب الاخير ده مثلا نشوف ده ايه. ده بتاع سونيك اهو. الله، طب والله العظيم شكله بقى تحفه، شكله بقى جميل جدا ما شاء الله. فين بتاع بلاي ستيشن 4؟ تعالى نعمل ابديت. هو تقريبا بتاع البلاي ستيشن 4، لا معلش، بتاع البلاي ستيشن 4 لسه بينزل فوق اهو، بتاع البلاي ستيشن اكس ده لسه بينزل فوق اهو.
المهم عما هو ينزل تعالى اوريك حاجه كمان انا اكتشفتها بالصدفه. لو رجعنا في القائمه الرئيسيه هنا هتلاقي عندك حاجه اسمها بورتس هنا، هي لو فتحتها هتدخل جواها هتلاقي كذا حاجه مهمه. هتلاقي جواها مثلا هنا عندك لعبه دوم، ده الفايرفوكس هنا هو موجود، يعني ده المكان اللي فيه حاجات اللي معمول لها بورت من الكمبيوتر للباتوسيرا. في لعبه علاء الدين هنا او لا دي برنس اوف بيرشيا القديمه اللي كانت على الموبايلات النوكيا لو تفتكروها زمان. وفي لعبه دوم طبعا ما حدش فينا يتوه عن لعبه دوم ولا جمال لعبه دوم والذكريات اللي احنا عشناها معاها. فده خلاني افكر في حاجه، انا دلوقتي الخانه دي اسمها بورتس، وانا لو جيت هنا عند ابديتس اند داونلودز وفتحت الكونتنت داونلودر وسبتها تحمل ثواني كده، هتلاقي مثلا هنا بيقول لك اتاري 2600 دي العاب من اتاري مش موجوده، يعني مثلا دي لعبه هيرو ممكن تعمل لها داونلود من هنا على طول. هتنزل هتلاقي معرفش بيزل، هتنزل هتلاقي كل معظم المحاكيات اللي موجوده عندك، وهتلاقي كمان الدريم كاست موجود هنا اهوت والجيم بوي، المحاكيات اللي موجوده عندنا. المهم انا قعدت انزل شويه شويه فيها كده وادور، انا عايز اوصل لحد البورتس اشوف في ايه موجود هنا معمول له بورت عليها. بي سي انجن مش عارف ايه ده، بلاي ستيشن بورتال، ده العاب بي اس بي اهي بورتس اهي. بص بقى لما دخلت هنا لقيت مثلا في كام لعبه كده وكام برنامج معمول لهم بورت على هنا على طول، لكن لفت في انتباهي فيهم لعبه كويك. طبعا محدش ما يعرفش لعبه كويك ولا جمال لعبه كويك، فقلت ايه طيب تعالى نجرب نديها امر انستول كده تنزل ويبقى نجربها مع بعضينا. وكده ايه لعبه كويك بدات تحمل معانا اهي، احنا شغلنا كويك تنزل. في لعبه سوبر ماريو، في شويه حاجات حلوه محتاجه تتجرب هنا للامانه يعني، وكل حاجه مكتوب لك تحتيها الحجم بتاعها زي ما انت شايف. في باي جيم، في ساترن، في سولاريس، مش عارف سولاريس ده نظام تشغيل ولا ايه، انا حاسس سمعت الاسم ده حته قبل كده بس طبعا انا بسجل بقالي كتير فمش فاكر دلوقتي. السوبر ان اي اس دي لعبه من الالعاب، في شويه العاب حلوه هنا انت ممكن تحملها على طول. هنستنى بس شويه الداونلودز اللي فوت تخلص، هي الثيمز كبيره شويه حجمها كبير شويه، نستنى بس الثيم بتاع بلاي ستيشن 4 ده يخلص عشان انا جربته وعايزكم تشوفوا شكله. طبعا كده عندنا الداونلودز كلها خلصت، لعبه كويك وكل حاجه خلصت، فهنعمل جيم سيتنج ابديت يس، وبعدين نشوف بقى ايه النتيجه. الاول نشوف الثيم اللي نزل، نيجي عند يوزر انترفيس ثيم سيت فين بلاي ستيشن اهو، نخرج كده بمجرد ما نخرج بيحمل الشكل الجديد ده شكل بلاي ستيشن. انا عايز تتخيل معايا ان انت عندك نظام بالشكل ده وبالجمال ده وفي كل المحاكيات دي، يعني مش ناقصه اي حاجه، مفيش عندك اي مشاكل فيه. عندك ذكريات زمان الجميله سواء العاب الاتاري او العاب الان اي اس، وعندك كمان الحاجات الجديده العاب بلاي ستيشن 1 و2 و3 جاهزه على طول من غير اي حاجه. تعال بالمره نخش على البورتس. طبعا هي موجوده لعبه دوم اللي هي موجوده اساسا مع النظام، والفايرفوكس اللي احنا حملناه، مستر بوم دي كانت لعبه برضه مشهوره على ما اتذكر، ولعبه كويك. طب تعالوا نشوف لعبه كويك مع بعضينا كده مثلا، ده انهي اصدار اللي هو كنا بنقعد نتنطط ونتشقلب فيه ونلعبه مع بعضينا جماعي، ولا ده انهي اصدار؟ لا ده الاصدار الاولاني. والله العظيم يعني والله العظيم النظام ده النظام ده جميل ما شاء الله عليه يعني. طيب كده تقريبا انا شرحت لك كل اللي انت محتاج تعرفه وعلمتك ازاي تعمل اقوى نظام ممكن، موجود فيه كل حاجه، موجود فيه حتى انترتينمنت سيستم كامل، شكله جميل خفيف، مش ناقصه اي حاجه. الفيديو ده تعبني جدا جدا جدا، فلو انت سمعتني لحد هنا ووصلت معايا لحد هنا ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، ويا رب يكون الفيديو ده عجبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.